السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ري الأشجار. ري الأشجار مهم جدا للنباتات لأن المية، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حية. يعني المية طبعا مهمة جدا للنباتات بتاعتنا، فكل نبات وكل وقت وكل مكان، كل تربة كمان لها طريقة الري المناسبة ليها. فعشان كده مهم جدا نعرف طرق الري لكل نبات عندنا وكمية المية المناسبة ايضا. يعني ما ينفعش مثلا ان احنا حطينا المية كده نبل التربة حواليها وننقل، لا طبعا ما ينفعش. لازم التربة تاخد كفايتها من المية عشان وتتشبع من المية. طبعا وقت التزهير غير وقت ثبات العقد بتاع الشجر بتاعنا. فدي كلها حاجات ان شاء الله هنتكلم عنها باستفاضة في فيديوهات جاية باذن الله، ونعرف كل طرق الري. كمان لو عندكم اي استفسار سيبولنا، ان شاء الله هنتعلم وهنعرفكم الري المناسب وطريقة الري وموعد الري لكل شجرة. كمان لو مزروعة في تربة دايما غير ان هي تبقى مزروعة في السيس او في كيس تشكيل، ده برضه حاجات لازم نعرفها عشان ما نقعش في اخطاء الري. وبالتالي الشجر عندنا ممكن يحصل له عفن جذور او بيتأثر بالماء بكتر المية ويموت او ازهاره تسقط. ان شاء الله كل جديد معانا في قناة زراعة بسيطة سيبولنا بس لايك وكومنت وان شاء الله نرد عليكم. الري من اهم الحاجات، يعني اهم من التسميد واهم من رش المبيدات هو الري، فمهم جدا. ونصيحة لكل واحد عنده زرع وخصوصا ان احنا داخلين على فصل الصيف، الاهتمام بري النباتات بتاعتها. كمان الري يكون بانتظام عشان ما يأثرش على النباتات بتاعتنا. ده نصيحة لكل الناس اللي بتزرع نباتات وخصوصا فوق السطح. يا ريت تهتموا وتراعوا النباتات بتاعتكم كويس. وان شاء الله سيبولنا كومنت باذن الله او كل شجرة انتوا عايزين تعرفوا عنها هنرد عليكم في الكومنت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.